جاب لي خويا رطل المركاز وقال لي ديري لنا به لوبيا. ايا قلت ما نخليهاش في قلبه ونجي ندير معكم غدانا الجزائري تاع نهار اليوم. جبت لو باك بيبيا في جديد نتاعي اللي كنت خديته من ميجا ستور بلاس غير ب 1290 الف. فيه 3 مارميت و3 كاسرول وزوج مقالي ولا كاليتي ما شاء الله ما يلصقوش، وتجي معاهم هاد الفريتوز كهديه، يعني باك متكامل. راح نخلي لكم صفحتهم باش تتواصلوا معاهم. وبديت في الغداء، حطيت اللوبيا نتاعي طيب وقطعت الزروديه حطيتها تفور باش نديرها مشرمله، ورحت نوجد لاصوص. لا مارميت الصغيره قليت المركاز ومن بعد زدت عليه البصل الثوم الطماطم الهريسه لا طوماط كونسونطري ولي زيبيس وخليت كلش يتقلى مليح. وفي المقله الكبيره قليت البطاطا، صراحه هزت لي 3 حبات كبار وقلتها لي ما شاء الله. وفي هذه المقله الصغيره حطيت الزروديه وشرملتها بالثوم والزبده والمعدنوس والكرويه وما لصقتليش خلاص. وبعد ما طابت اللوبيا فرختها على لاصوص وخليتها تبقبق، وزدت قليت شويه مركاز ورحت غسلت السلطه، زدت لها طماطم الزيت الخل الثوم وخلطتها. وهذا السلطه معتمده عند الجزائريين كامل. زدت لها شويه زيتون، فرغت الزروديه المشرمله تاعي وفرغت اللوبيا في هذه لاسوبيار اللي تهبل. زدت حطيت البطاطا اللي كنت قليتها مع المركاز ورحت نوجد الصينيه كالعاده في صينيه النحاس التقليديه. حطيت لي سيرفيات مع المغارف الفراش وحطيت كل شيء وش طيب، واللوبيا جات تشهي. زدت لها رشه كمون وحطيت الكسره والفاكهه وغدانا الجزائري راهو واجد. صراحه هذا لو باك الاقتصادي عاوني بزاف، ننصحكم به. وهذا ما كان.